بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله موضوعنا النهارده هيبقى عن زراعة الكوسة يا جماعة بطريقة سهلة ومضمونة. وطبعا الكوسة زي ما قلنا نمو سريع وانتاج سريع يا جماعة. بصوا يا جماعة لسه يدوب عمرها 20 يوم النباتة، وبصوا يا جماعة اصبحت مطلعة معانا زهار يا جماعة. بصوا يا جماعة تبدأ تطلع معانا الثمار كله يا جماعة. بصوا يا جماعة كله اصبح يطلع معانا الثمار بتاعه. بصوا يا جماعه في واحده تاني لسه طالعه هنا وانتم ملاحظينها. طبعا دي يا جماعه انا تقلت عليها التربه. بصوا دي يا جماعه طبعا دول كلهم مزرعين مع بعض، بس فيهم واحده تقلت عليها التربه وواحده خففت عليها التربه. بصوا يا جماعه النمو بتاعها عامل ازاي. وطبعا هنعرف الوقت المناسب لزراعه الكوسه، وهنعرف طبعا الكوسه بعد ما يصير عمرها ده كده تقدر تستخدم لها ايه. وهنعرف طبعا مع بعضينا ونزرع دلوقتي مع بعضينا زراعه فوق سطح بيتك يا جماعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المتابعين. أحلى مسا عليكم من أخوكم أدهم من قناة عالم الزراعة. طبعا احنا دلوقتي زي ما قلت لكم في المقدمة، ما طولتش عليكم طبعا في المقدمة، وإن شاء الله الفيديو يكون خفيف على قلبكم، وإن شاء الله الفيديو يعجبكم لزراعة الكوسة يا جماعة. طبعا زي ما قلنا احنا نزرع دلوقتي بنفس الطريقة يا جماعة اللي أنا زرع بيها في اللي وريتها لكم في المقدمة يا جماعة. طبعا دول التلاتة، في تلاتة هنا يا جماعة مخدرين بنفس الشكل حضراتكم شايفين. طبعا دول أنا سايبهم في المية يا جماعة، مية بس يا جماعة، حطيتهم في مية بس وسبتهم حوالي يومين بالظبط يا جماعة. بصوا يا جماعة انبتوا معانا. احنا دلوقتي هننقلهم في التربة ونزرع برضو بنفس الطريقة التانية. طبعا دي بذور يا جماعة، بذور الكوسة. هنزرع طبعا مع بعضينا، بس قبل ما نبدأ ما تنسوش تصلوا على النبي وتشتركوا في القناة عشان يوصلكوا كل جديد وتعمل لايك للفيديو. طبعا احنا دلوقتي يا جماعة زي ما قلنا التربة طبعا لازم يكون بنينا بالعناصر. ايه هي العناصر؟ يعني اقول لك اللي هي العناصر لازم تكون طين مع رمل، مش رمل بس يا جماعه، بنفس الشكل اللي حضراتكم شايفينه ده علشان النمو التخدير يكون اسرع. وطبعا متضاف عليها سماد عضوي، واللي هو فضلات الفراخ وفضلات الحمام يا جماعه وفضلات البهايم اللي هو سباخ بلد يا جماعه، والكمبست طبعا ده كله متضاف على التربه ومتخلط تخليطه واحده علشان الجدر يا جماعه يلاقي غذاء. طبعا يا جماعه احنا هنزرع دلوقتي مع بعضنا بطريقه سهله. طبعا يا جماعه عشان تزرع لازم ان يا جماعه ما تتقلش عليها التربه، يعني دوب عقله صباعك كده، عقله صباعك بالظبط، وهنخرم ايه فيها التربه بتاعتنا كده يا جماعه. عقله صباعك كده ونلف عليه. يعني حاول تزرع، شوف انت تزرع بقى قد ايه في النقره، بس حاول انك ما تغزرش عشان ده كله بعد ما يطلع هتلاقيه نشن على بعضه كده يا جماعه. ونبدا ان ايه نزرعها، نحط في كل نقره اللي احنا عملناها دي واحده كده يا جماعه. نبدا نلف ايه عليهم كله كده يا جماعه. انا زرعت كلهم كده، ونبدا احط واحده تاني في النص هنا. طبعا بقيت التربة خفيفة يا جماعة مش عاملة، ونبدأ ان يا جماعة نردم عليها كده. طبعا الوقت المناسب يا جماعة، الوقت المناسب لزراعة الكوسة يا جماعة طبعا من أول شهر 4 لحد شهر 6 يا جماعة تقدر تزرع ايه الكوسة. معاك طول شهرين يا جماعة تقدر تزرع فيهم الكوسة. طبعا وبعد كده ان شاء الله انا هعمل لكم فيديوهات تاني كثيرة ازاي انت تستخدم السماد العضوي او الاسباخ او اي حاجة تاني انت تضيفها الى النبات بتاعك بعد ما يصير عمره 20 يوم. وطبعا ما تنسوش تتابعونا عشان يوصلكم كل فيديو جديد، وان شاء الله انا هنمشي معاكم خطوة بخطوة. ولو في اي استفسار ما تنسوش تقولوا لي في الكومنتات، وان شاء الله انا هرد عليكم اول باول. وطبعا ما تنسوش تصلوا على